السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم الشاف دلال. وصفتنا اليوم عبارة عن استعمالات الثوم بطرق متعددة مع أسرار الاحتفاظ به لمدة أطول تزيد عن 6 أشهر فما فوق. ما عليكم غير تتابعوا الفيديو حتى الأخير باش هكا تعرفوا على خطوات التحضير. هنا استعملت تقريبا كيلو ديال الثومه، نوعيه ممتازه ويكونوا الحبات ديالها كبار. كنفرتوها وكنقشروها، وهاد القشور هادو ما كنرميوهمش، كنحتفظوا بهم لانهم عندهم استعمالات متعدده. هنا هاد الكميه اللي استعملت انا كنقسمها على 3 ديال الطرق. يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتوا اللي متوفره عندكم. كميه غادي نوضع فيها الربع ديال من هاد الثوم، غادي نوضعها بالجانب، والكميه الاخرى غادي نطحنها في الطحانه الكهربائيه. غادي نصايب منها معجون ديال الثوم. غادي نضيفوا ليها الزيت العاديه او الزيت البلديه، يمكن لكم تضيفوا الزيت اللي بغيتوه. هنا انا ضفت تقريبا 1 لتر الا ربع ديال الزيت. هنا باش ما كثرتوا الزيت باش ما كتعطيكم واحد الكميه اللي تتكون كثيره. كناخذ هكا واحد البواطات وكنقسم هذا المعجون ديال الطماطم على جوج بهذا الشكل هذا. بواطه غادي نوضعها في المجمد. غادي نشارك معكم النتيجه في اخر الفيديو. راه ما كتجمدش ما كتصلبش، كتبقى هي. والبواطه الاخرى كنوضعها في الثلاجه لتحت عاديه لاننا كنستعملوها للاستعمال اليومي بهذا الشكل هذا. الكميه اللي عزلت قبيله غادي نقطعها شرائح تكون رقيقه بزاف باش ما كانوا رقاق، باش ما كيسهلوا علينا الطريقه، لاننا غادي نصايبوا بودره ديال الثوم باش ما رققناهم باش ما كينشفوا معنا دغيا. غادي نستمر هكا في التقطيع ديالها الى شرائح تكون رقيقه بزاف بهذا الشكل هذا. اخواني اخواتي، لو وصلتم من هذه المرحله من الفيديو كنتمنى انكم ما تنساونيش من واحد اللايك للفيديو باش هكا تقترح على عدد اكبر من المشاهدين. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي او صادفتوها في المشاهده، كنتمنى ما تنساوش انكم تشتركوا فيها باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد في القناه. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي هكا في التقطاع كما كتلاحظوا الشكل ديالها، كناخذ واحد المقله اللي تكون ثقيله كمقله ديال الخبز، وكنوضع فيها واحد زلافه ديال السميده رقيقه، وكنوضع دوك الشرائح اللي قطعنا بهذا الشكل هذا. الا ما عندكمش هذه المقله ثقيله كنوضعوا واحد الحديده ديك اللي كنوضعوا للطاجين من التحت، نوضعوها على شي اناء ولا شي مقله تكون ما عندكمش هكا غليظه رقيقه. كنوضعوا ديك الصفيحه هكا من التحت باش ما تحرقش لينا الثومه ديالنا، وكنبقاو نحركوا ديك الثومه حتى يتغير اللون ديالها، وكنحصلوا على واحد الثوم اللي تيكون ناشف ما تتبقاش رطبه او فيها الماء. بهذا الشكل كنقطعوها كنسمعوا انها كتقطع وتيكون اللون ديالها بهذا الشكل هذا. انا راه صايبتها بالليل وخليتها تبرد هكا، خليتها في المقله ديالها في السميده حتى للصباح تحصل على هذا الشكل هذا بهذا القوام، تتكون يابسه. كناخذ واحد الشبكه هكا. راه هاد الوصفه هادي راه كتوجد معنا دغيا ما كنحتاجوش اننا نشمشوها ولا نبقاو نبسوها في الفران هكا، راه كتوجد معنا ديك الساعه. كنغرب لها هكا في واحد الصفايه او غربال، تنحيدو منها ديك السميده بهذا الشكل هذا. راه كنسمعوا الصوت ديالها كي كتسمع، وكنسمعوا انها كتقطع. من بعد كنغربلوها جيدا من ديك السميده هكا، وغادي ندوزو نطحنوها. ديك السميده ديالنا راه ما كنرميوهاش، كنحتفظوا بها. راه هكا كنسمعوا داك الصوت ديالها انها يبست تماما. وتحاولوا انكم ما تطحنوهاش وانها نخليوها تبرد كليا، ما تكونش رطبه او سخونه. كنسمعوا انها كتقطع بحال شي حاجه يابسه. كناخذ هكا الطحانه الكهربائيه. انا عندي راه هذه كطحن ليا مزيان، واللي عنده ديك الطحانه ديال العطريه راه كيطحن فيها ماشي مشكل. من بعد ما طحنتها راه كنحصل على واحد البودره ديال الثوم بهذا الشكل. وصفه منزليه بالثومه. كنعرفوا اننا طحنا الثومه فيها ماشي بحال هذاك الشيء اللي كنشريو من الاسواق ما كنعرفوا اشنو فيه ولا باش مخلط. راه الرائحه ديالها ما شاء الله تتكون واحد الرائحه اللي هي
قويه جدا وكتصبر معنا واحد المده طويله. وهكا هاد البودره ديال الثوم راه كنستعملوها في جميع الوصفات ديالنا، وكذلك دوك الوصفات السريعه بحال الصلصه ديال البيتزا بحال لي بات. المهم هي تتكون مجهده وكتعطي المفعول ديال الثوم وكتبقى لمده اطول كما قلت لكم. غادي نبقى نطحن ونكمل الكميه اللي عندي بهذا الشكل هذا، ومن بعد راه كنحصلوا على واحد البودره ديال الثوم اللي تتكون منزليه وصحيه كما قلت لكم، كنعرفوا اشنو فيها. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي راه كنحصلوا على هذا البودره ديال الثوم بهذا الشكل. يمكن لكم تحكموا في القوام ديالها، الا بغيتوها كتبقى خشنه شي شويه راه يمكن لكم ما تطحنوهاش بزاف حتى لهاد الدرجه. ها انتم لاحظوا الثوم بودره الثوم كي تكون. انا هنا وضعتها في واحد القرعه من الدجاج، وهنا السر باش انها تبقى معنا واحد المده طويله كنضيف ليها واحد الملعقه صغيره ديال الملح باش هكا كتحافظ عليها ما كتفقدش ديك الرائحه ديالها وما كتفقدش الجهد ديالها، كتبقى الثوم مجهده وبودره ديال الثوم اللي كتبقى مده اطول بهذا الشكل هذا. وهذه الكميه الاخرى راه غادي نوضعها في قرعه ديال الزاج. الوصفه ديالنا تجي بهذا الشكل، بودره ديال الثوم منزليه وصحيه. هنايا البواطه اللي وضعت في المجمد كما تلاحظوا معايا راه جمدات هنا تقريبا شي يومين وهي في المجمد، راه ما كتجمدش ما كتصلبش، كتجي بهذا الشكل هذا وراه كتبقى معنا مده طويله. ندوزو بها رمضان وندوزو تبارك الله شهور اخرى راه كتجي بهذا الشكل. كنوضعها في المجمد للحاجه هكا. هذه البواطه اللي وضعنا في الثلاجه في الاسفل راه ديك الزبيته كطلع الفوق، داكشي باش قلت لكم باش ما نضفنا الزيت اكثر باش ما كنستافدوا من الكميه. كناخذوا هكا زويته ونخدموا بها، اولا كناخذوا معجون ديال الثوم وكنخدموا به. وصفنا تجي بهذا الشكل. تنتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق، وما تنساونيش من اللايك وكذلك تعليق باش تحفزوني. ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.